سلام عليكم. الفيديو ده لمحبي الوصفات الإيطالية وكمان للناس اللي بتحب التغيير في الأكل. أنا جالي البطرمان دوا من إيطاليا، وده اسمه البيستو، صوص البيستو. بيتعمل بيه مثلا المكرونة، بيتاكل على التوست، يعني ليه وصفات كتير. هنعمل بقى الصوص ده نفسه في البيت. فأنا جبت كاجو وفص توم وشوية ملح، وهبتدي إن أنا أجرشهم في الميانتا بحيث إن الجرش بتاعهم يكون خشن، بحيث إن أنت لما تيجي تاكليه تحسي بطعم المكسرات اللي فيه. بعد كده هنبتدي إن احنا نجيب الريحان، وانا هنا كنت غسلاه وفي نفس الوقت منشفاه كويس قوي في ساعتها عشان خاطر ما يسودش منك، ده مهم جدا. او تجيبيه اورجانيك وما تغسليهوش يعني. وهضربهم مع بعض بالشكل ده كده، برده مش بنزود قوي في الخلط في كل مرحله عشان خاطر يعني ما يتحولش لسائل قوي، وكمان عشان الريحان بتاعي ما يسودش. هبتدي بقى في المرحله دي انزل جبنه البارميجان وزيت الزيتون وهديهم ضربه برده، وهنظبط القوام عن طريق زيت الزيتون. هو الصوص ده ما بيكونش سايل، بيكون قوامه زي كده. فانا هكتب لكم بالتقريب قد ايه زيت الزيتون، ولكن برضو بالنظر حضرتك شايفه قوام الصوص عامل ازاي. وده كده شكله النهائي. شكل البيستو الاساسي زي ما حضرتك شايفه يعتبر ما فيش اختلاف غير بسيط قوي في اللون، ولما بتسيبي البيستو اللي احنا عاملينه بيبقى نفس اللون بالظبط لما يقعد شويه يعني. ودوقته لاكتر من حد وقال لي ان هو احلى من الجاهز. اول حاجه ممكن ان احنا ناكله على التوست مع شويه كده جبنه بارميجان، او حتى شويه زيتون او ملح، يعني زي ما حضرتك حابه. او ممكن نعمل منه الباستا بتاعه البيستو او مكرونه البيستو، وده عادي جدا. بنجيب ميه بنغليها ونحط فيها الملح كاننا بالظبط هنسلق المكرونه. وانا هنا مستخدمه المكرونه الحلزونيه، وهبتدي ان انا اخد شويه من ميه السلق دي بتاعه المكرونه وهحتفظ بيهم، وهتشوفوا ليه دلوقتي. وهنتشل المكرونه بتاعتي بعد طبعا لما تخلص السلق بتاعها. طبعا درجه السوى بتاعه المكرونه راجعه لذوق حضرتك تماما. انا بحبها مظبوطه، يعني لا بتمضغ ولا تكون مهريه. بعد كده هبتدي ان انا اجيب الصوص بتاعي على المكرونه. طبعا كميه الصوص المستخدمه هتكون على قد المكرونه اللي احنا عاملينها. ويجي بقى هنا دور الميه اللي احنا شلناها من ميه السلق. ببتدي ان انا احط بالتدريج بحيث ان هي توصل للشكل ده كده، والصوص يبقى مالي كل المكرونه. وطبعا ممكن نستخدم اي نوع مكرونه تاني احنا حابينه. رشه بقى بارميجان كده صغيره، شويه كمان ريحان كده على الوش، وشري توماتو. وجربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه.